بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عايز يعرف مدى الانحطاط اللي وصل ليه الحكم العسكري في مصر يشوف اللي بيحصل للمستشار هشام جنينة. هشام جنينة هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اللي عمل شغله وقال لهم انتوا عندكم فساد بالمليارات، وحدد لهم أماكن هذا الفساد والأشخاص المسؤولين عنه وحجمه بالجنيه والمليم. ولأن أكبر راس في النظام هي في الواقع أكبر راس في العصابة، ولأن هم كلهم عصابة مع بعض، ولأنه القانون اللي بيحكمهم هو قانون قطيع الكلاب. قانون قطيع الكلاب إنه الكلب ما بيعضش في ودن أخوه، وإن الجميع على الفريسة يد واحدة. لهذه الأسباب ولغيرها من أسباب أشد وضاعة، فإن هشام جنينة هو الذي عوقب. قال لهم امسك حرامي فمسكوه هو. الراجل عمل شغله، هو شغلته انه هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اللي لما يلاقي حرامي يقول امسك حرامي. فلما قال لهم امسك حرامي او مسكينه هو، مسكوه هو بقانون القوة مش بأي قانون تاني في الدنيا. وده الشق الأول من حالة الانحطاط اللي حكم العسكر وصل ليها مصر. الشق الثاني وهو أسوأ، إن الناس فرحانة إن هشام جنينة سيفرج عنه بعد 5 سنوات، هي مدة العقوبة الكاملة التي حكم عليه بها قاضي العسكر، لأنه شاف شغله وطالب بمحاسبة اللصوص. قاضي العسكر حاكم الرجل الشريف لأنه طالب بالقبض على اللصوص، والرجل الشريف قضى مدة العقوبة كاملة، والمنحطين فرحانين بأن الرجل الشريف ده هيخرج بعد ما قضى مدة العقوبة كاملة. فين عقولكم؟ فين كرامتكم؟ فين الهمم العالية؟ انتوا مفروض تلبسوا طرح وتمشوا بيها في الشوارع. والله هي دي قصة هشام جنينة باختصار. واحد جه على الدبابة وقال لك انت مدان، فخلاص انت مش قادر تفتح بقك. وتصور كده لو ان القاضي اللي حاكم هشام جنينة كان هشام جنينة هو اللي راكب الدبابة، فالقاضي قال له لا ده انت غلطان، فهشام جنينة قال له لا ده انت بقى اللي 60 غلطان، والا هخلي الدبابة تتكلم. كان هشام جنينة هيقعد في السجن ولا كان القاضي ده اللي هيتسجن؟ هو ده الموضوع. الله يرحمه ابو العلاء المعري قال جلوا صارما، طلعوا سيف بطار يعني، وتلوا باطلا وقالوا كلام فارغ، وقالوا صدقنا فقلنا نعم. ادعوا ان هم صدقوا فيما قالوه، عارف زي السيسي ما يقول لك انا صادق قوي وامين قوي. جلوا صارما وتلوا باطلا وقالوا صدقنا فقلنا نعم. ما هو اللي مش هيقول نعم هتتقطع رقبته. بس الرجاله ما بيقولوش نعم، على الاقل لما بيقولوها بيوطوا صوتهم وهم بيقولوها، مش يطلعوا فرحانين ويهللوا ان هشام جنينة قضى مدة العقوبة كاملة، وكمان ان هم بيناشدوا عبد الفتاح السيسي انه يفرج عنه في الميعاد. هذا انحطاط غير مسبوق. حالة هشام جنينة أنا تابعتها في سنة 2016 في شهر يناير وفي شهر يونيو وفي شهر أبريل، واستأذنكم هنتابع مقاطع من اللي أنا قلته عنه في هذه الفترة. القصة باختصار إن هشام جنينة قال لهم يا جماعة احنا عندنا في فساد ب 600 مليار جنيه، وإن هذا الفساد في الشرطة في الحتة الفلانية، في الداخلية في الحتة الفلانية، في القوات المسلحة في الحتة الفلانية، في القضاء في الحتة الفلانية، كده بالورقة وبالقلم. من ضمن الكلام 75 مليون جنيه صارفهم الاوفيس بوي بشيك، اوفيس بوي بتاع حبيب العدلي. فقال لهم بس طب قولوا لنا ال 75 مليون دول الاوفيس بوي ده بتاع الشاي والقهوه ده خدهم وداهم فين؟ بس يعني اشترى بيهم شاي جايز، جاب بيهم شاي بالياسمين غلي برضه، يعني نعرف دول راحوا فين. المفروض انه هشام جنينة هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. الجهاز المركزي للمحاسبات ده مفروض لو في دولة في مصر كما يزعم الزاعمون، وهم يزعمون هذا الزعم كذبا، قلت لكم دي سلطة ماتت وانتهى الامر، ماتت وعفنت. فلو في دولة في مصر فالجهاز المركزي للمحاسبات ده جزء مؤسسة من مؤسسات الدولة. المؤسسة دي بتراقب كل الجهات ذات النفع العام، يعني مش بس الجهات التابعة للدولة مباشرة، لكن أي جهة ذات نفع عام، حتى الأحزاب حتى الجمعيات حتى كده، بتبقى ميزانياتها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات. بيجي الجهاز المركزي للمحاسبات عندك بيقول لك وريني دفاتر حساباتك منه وله
الميزانيه بتاعتك، بيراقب الميزانيه ده. بيجي مثلا بيقول لك تعالى انا شفتك هنا كاتب 10 جنيه شراء قلم، ولما جيت ادور في المخازن بتاعتك ما لقيتش القلم موجود، يبقى انت هنا عندك فساد بقيمه 10 جنيه. وبيكتب في تقريره كده. حضرتك بقى بتتلقى هذا التقرير، بتعمل له ما يسمى بالمناقضه او بالرد على التقرير. بالرد على التقرير ده هتقول له حضرتك لما جيت ما كانش لسه القلم اتورد في المخازن، لان احنا كنا باعتين نستورد القلم ده من بره، فكنا طلعنا ال10 جنيه اللي هي ثمن القلم وبعتناها للشركه المنتجه، والشركه المنتجه ردت علينا بالقلم واحنا وردناه للمخازن بس بعد يومين من زياره مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات، وادي الايصال اللي القلم اتسلم بيه في او ادي الفاتوره او ادي الحاجه اللي القلم اتسلم بيها في المخازن بتاعه الشركه او بتاعه الهيئه او بتاعه المكان اللي الجهاز المركزي للمحاسبات كاتب عنه تقريره ده. يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات اما انه اقتنع بهذا الرد فيشيل الملحوظه دي من ملحوظاته، طلع لك تقرير ممكن يبقى تقرير ما فيهوش ملحوظات خالص، او فيه الملحوظات اللي ما جاش عليها رد منك واللي هي قد يعني تتراوح في الدرجه ما بين المخالفات الاداريه البسيطه، يعني عدم اتباع المواعيد والاجراءات اللي مش عارف ايه، وتوصل لغايه الاختلاس وتبديد المال العام. وممكن ان الجهاز المركزي للمحاسبات بقى خلينا كلامك يقول لك ده انت برضه مختلس عشان خاطر كان المفروض تعمل كده كده كده. كويس؟ ده الطريق اللي ايه الدوله عملت عشان خاطره الجهاز المركزي للمحاسبات، واللي من يوم ما اتعمل الجهاز المركزي للمحاسبات الدنيا بتمشي عليه. لكن علشان خاطر دي مش فاكرين كده كان في سكتش للضيف احمد يقول لك الفيلم من تاليف عبد الحميد الترزي وبطوله ابن عبد الحميد الترزي وانتاج بنت عبد الحميد الترزي واخراج جوز خالد عبد الحميد الترزي كده. فهو الفيلم ده بطوله السيسي وانتاج ابن السيسي وبطوله جوز خالد السيسي واخراج ابو نسب بتاع السيسي، فالجهاز المركزي للمحاسبات في ولاد السيسي برضه والرقابه الاداريه وغيره. فدول لا واحنا زي الناس يتدخل هنا بقى ايه ابن عبد الحميد الترزي. فابن عبد الحميد الترزي يعمل حاجه ما حصلتش في التاريخ وما اظنش انها ممكن تتكرر تاني، لان ان شاء الله ربنا هيزيح الغمه اللي مصر فيها دي. يعمل ايه؟ يحقق مع الجهاز المركزي للمحاسبات. يعني الجهاز المركزي للمحاسبات قدم تقرير بالفساد بفساد الدوله كلها. المفروض هنا انه الدوله دي في حد اسمه رئيس الدوله وفي حد اسمه رئيس الحكومه، وفي حد في تفاصيل بقى، في حد مثلا اسمه وزير الداخليه، في حد اسمه وزير الدفاع، في التفاصيل كل واحد يعمل مناقضه فيما يخصه، يقول لهم لا والله ده الموضوع كذا، ده الموضوع كذا، ده الموضوع كذا، والجهاز هو صاحب الكلمه الاخيره، يا يقول يا يقول لا، يقول الكلام ده انا اقتنعت بيه، يقول انا ما اقتنعتش بيه. ما مشيناش في السكه دي خالص. ده السيسي عمل لجنه تقصي حقائق، ولجنه تقصي الحقائق قالت كده انها بتحقق مع الجهاز المركزي للمحاسبات. انت ليه تقول ان فيه سرقه؟ انت ليه ما طرمختش؟ انت ليه ما طلعتش شاهد زور؟ احنا هنحقق معاك عشان تحرم ما تبقاش شاهد زور تاني، عشان اللي يجي بعد منك يشهد زور ورجله فوق رقبته. عسكري المراسله هو كان خاص بأحد السادة وزراء الداخلية السابقين، والحقيقة هو مش 75,000، ده كان 57 مليون. نعم 57 مليون. يمكن تلاقينا شفنا الرقم بس ما صدقناش. هو أنا لا لازم نعرف إيه حكايتها. فلما عسكري مراسلة يحصل على شيك بهذا المبلغ عشان يصرفه لصالح حد تاني ولا يوجد مستند صرف له، هو ده اللي بيستوقفنا. المبلغ ده راح فين؟ وهو ده اللي لازم المسؤولين في وزارة الداخلية يساعدونا فيه. يعني أنا بطالب السيد وزير الداخلية إنه يعلن بمنتهى الوضوح أمام الرأي العام
اين ذهب هذا المال اللي كشف عنه اضافه للقضاء؟ هل وزاره الداخليه او يعني بعض الرموز بوزاره الداخليه هم جهه الخصومه مع المستشار هشام جنينه؟ اللي عايز اكد او ما يحاولون السيد وزير الداخليه نفسه ده دفعتي في التخرج من اكاديميه الشرطه، هو وكل قيادات الداخليه حاليا تقريبا هم دفعتي. يعني انا مش في خصومه مع حد، واتحدى ان حد يقول ان انا في خصومه معاهم، بالعكس ده انا بتربطني بيهم صداقات على المستوى الشخصي. أليس من شأن هذه الصداقة والتاريخ في العلاقة أن يسهل مهمتك بالكشف عن الفساد لا أن يعطلها؟ اللي عايز أقول لحضرتك إنه يمكن ساعات إنه الاعتبارات الصداقة البعض بيرى في ظنهم إن هي يجب أن تغلب على الحقوق. أنا ما عنديش الموائمة دي للأسف الشديد، إن أنا أغلب الجانب الشخصي على الجانب اللي فيه حق المال العام. لا، سوف أحاسب أمام ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يحاسبني أحد. لن أغلب علاقتي الشخصية على أي ده في الإشارة للوزير نفسه مثلا؟ لأنه حضرتك قلت كان دفعتك أي مسؤول في الدولة. وذلك تم تشكيل لجنة وتنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددا من المسؤولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللي هو ابن عبد الحميد الترزي. فاحنا هنجيب ابن السيسي علشان خاطر، ما هو جهاز الرقابة الإدارية في إيد ابن السيسي، فاحنا هنجيب ابن السيسي عشان يبرئ السيسي يطلعه مش حرامي. وبعدين يتقال دي دولة، امال العربخانة تبقى شكلها عامل ازاي؟ امال المزبلة تبقى شكلها عامل ازاي؟ كويس؟ ويطلع واحد برضو معرفش القصاصة دي معانا ولا لا، عايزين لو ممكن نشوفها من دلوقتي، اللي هي بيقول ان اسمه هشام جنينة ممكن ياخد اعدام مفاجأة. ايوه، جنينة مهدد بالاعدام وامامه فرصة واحدة. يا ريت لو ممكن نشوف القصاصة دي قدامنا. مفاجأة، ايوه اهو ده. طبعا ده واحد العظيم، مش هقول يعني. دكتور فؤاد عبد النبي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية قال ان نتائج لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تشير من الناحية القانونية والدستورية أنها ستعرضه لجريمة الخيانة العظمى التي عقوبتها الإعدام. كان لازم هنا يبقى في حد يعرف يقلد صوت سرحان في فيلم الزوجة الثانية يقول له يا راجل يا ضلال يا معدوم الضمير، يا راجل يا ضلال يا معدوم الضمير. وفي حاجة اسمها لجنة تقصي حقائق على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، بنحاسب فيه الجهاز المركزي للمحاسبات. يعني انت ما رحتش للجهات دي تشوف الفلوس دي اللي اتصرفت ولا اي حاجة خالص. يعني يا ريت تجيبني عن هذا السؤال، ما المبرر لهذا الهجوم الشرس والمنظم والممنهج عندما أعلن بمنتهى الشفافية تقارير دون مساس بأشخاص أو مؤسسات لها كل الاحترام والتقدير والتوقير، ولكن أنا ضد التستر على الفساد أيا ما كان موقعه أو مرتكبه. ما هي الجريمة الفظيعة اللي عبد الفتاح السيسي خايف لهشام جنينة يكشفها؟ الحقيقة الوحيد المطالب بالإجابة على هذا السؤال هو هشام جنينة. وإذا ما وقفتش جنب نفسك يا سيادة المستشار محدش هيقف جنبك. قلها ومت، قلها حتى لو هيقتلوك، لأنهم هيقتلوك من غير ما تقولها. وبدأت الحكاية بشرت اهي في التحديد الصامت للإقامة. نقدر نستنتج، نقدر نستنتج، نقدر نعمل قراءات كده من بعيد، نقدر نعمل قراءات من بعيد. عندي مثلا خبر أصدقاء السيسي يستولون على 27,000 فدان بطريقي مصر الإسكندرية والإسماعيلية، بس ده تسليك زور كده يعني ده جزء من الفساد الجديد اللي لسه
ما اتكلمش فيه هشام جنينه، لسه ما رصدوش. كشفت احصائيه صادره عن جهات رقابيه ان رجال اعمال كبار مولوا صندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد استولوا على مساحات تجاوزت 27,000 فدان. زي ما قلت لكم ال 27,000 فدان دول كده بالنسبه لكبار الساده كبار اللصوص ده مسح زور يعني. كويس. في عندي ارقام تانية، عندي ارقام تانية وعندي اسئله تانية وعندي حاجات تانية زي ممنوع التصوير هنا، ممنوع الاقتراب والتصوير، دي منطقه عسكريه مثلا. فجه واحد وقف يتصور في المنطقه العسكريه، فقلنا له انت غلطان. قال الله، ما في قانون بيقول ان انا اتصور مكان ما انا عايز. نقول له لا، ده القانون العام، في قانون خاص بقى بالمنطقه اللي انت واقف فيها دي بيقول ممنوع التصوير فيها. مثلا ان اي حد يقدر يمشي في اي شارع وقت ما هو عايز. كويس. لكن ومن اي اتجاه يدخل، من الاتجاه ده للاتجاه ده، يجي قانون خاص يقول ان الشارع ده اتجاه واحد، او يقول ممنوع دخول السيارات للشارع ده، او يقول ممنوع دخول سيارات النقل للشارع ده. يبقى الخاص هنا يقيد العام. كويس. فالخاص، القانون الخاص بتاع الجهاز المركزي للمحاسبات بيقول هشام جنينه ما يتعزلش. فيبقى هشام جنينه لغايه دلوقتي هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. ده لو عايزين نحسبها بالقانون. السيسي يجاهر بانه لا يبالي بالقانون، وهذه فضيحه لكل من ساند السيسي او كل من يسانده او كل من لا يلعنه جهارا نهارا، باعتباره مجرد طاغيه، مستبد، مجرم، سفاح، لص، خائن للوطن، ليس اكثر من ذلك. كل من يتحدث عن السيسي او مع السيسي باعتبار ان حوارا يمكن ان يقوم معه، فالحقيقه ده فضيحته بقت مش فضيحه السيسي، فضيحه من يتبنى هذا المنطق. منطق ان يعني السيسي اصل احنا برضه ممكن ننصحه، اصل احنا ممكن نقول له. الحقيقه بقت فضيحه الافندي اللي بيدعي هذا الادعاء باكتر من الجلاجل شويه، بقت بزمامير بقى وبصاجات وبحاجات كده. ف واحد، هشام جنينه او المستشار هشام جنينه ما زال هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. اثنين، هشام جنينه هو القاضي الذي عزله اللصوص، باختصار كده.